مفيش حاجه في دماغك دي غير سيره البنات؟ يا ترحمنا يا ترحمهم. طبعا ما فيش في دماغي غير سيره البنات. عايزنا نتكلم في ايه والنبي؟ ده هم دول اللي بيهونوا علينا العيشه. طالما كده ما تتجوز. انت كمان عاوزنا نتجوز؟ هو الجواز بقى موضه؟ لا بس الجواز ده سنه الحياه، يعني حب، استقرار، اطفال. صباح الخير يا حبيبي، صباح الخير يا حبيبتي، دلع دلع. طب ما انا بتدلع من غير حاجه، هو لازم اتجوز يعني؟ انا مبسوط وانا عايش كده زي النحل وسط الورد. نحلة؟ ده ايه بلب الطموح اللي كله قرص ده؟ هو كله قرص بس فيه عسل برضه. مين دي؟ تعرفش اول مره اشوفها تيجي النادي. مش اخر مره. هي بنتي ده انت جامده جامد. احترم نفسك. حاولت احترمها كتير بس هي ما وافقتش، ما تيجي نحترمها سوا. مين الواد السئيل ده؟ مين البت الجامده؟ مين الواد ده؟ ده هيثم، عينيه فارغه شبهك بالظبط. اكيد ماما نحلة عشان تجيب العسل ده كله. اشكري لنا ماما. نحلة قلت لك ده جاب وقفه. سيرتك يا فالف. لا طالما جاب سيرتي يبقى لازم يتربى. رايح فين انت بس؟ هروح اربيه واعلمه الادب. ليه بقى؟ عشان اتعرف عليها لان دي فرصتي الوحيده. يا فالف اللي بياخدهم تجارته يا خسارته. انت مش فاهمك انتوا ماسكيني كده ليه؟ اوعى بوظتوا الجاكيت، اوعى. عنيف. هموت انا واعيد السنه. سعيد ايه يا كابتن؟ بقول لك ايه، ده نادي محترم واللي بتعمله ده ما يصحش. انت ان شاء الله رئيس مجلس اداره النادي، انت مالك؟ انا مالي ازاي؟ دي بنت خالتي. مساء الخير. انا اللي قرب لها سيح له دمه. صدق خفت واتوترت وصدعت. معاك حاجه للصداع؟ ايه واد التقل اللي انت فيه؟ ايه الواد التقيل ده؟ يلا حبيبي انا مش هلفط لك وشك. طب والله العظيم فكره برضه، اصل انا من زمان نفسي في التغيير. ده انت تقيل بس تصدق هرنك علقه. ترن لي علقه؟ طب مد ايدك كده عشان قسما بالله بتليفون واحد ابعتك ورا الشمس. هتكلم مين يا ننوس ماما؟ هتكلم امك تيجي تلحقك؟ امي؟ انا بقى هعرفك ان النوس ده هيعمل معاك ايه. ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة. ايوه ايش كده بالصلاة على النبي بقيتوا 20,000 جنيه بالتمام والكمال. سلام سلام كده، لو تولفوا مع بعض وتولدوا ولاقيكوا كده 10 أرانب. ايه ده يا طاهر؟ الطمع ده، الطمع يقل ما جمع. هو أرنب واحد. ايوه، امال انا سايبكوا هنا ليه؟ ما هو من 10 الأم 40 يوم صار منهم. يا رب، أرنب واحد مش كتير علي، ده أنا غلبان، يعني هي جت علي. يا حسام انا قلت لك خدوني على اخوانا. وكمان ليك عين تتكلم؟ هتقول ايه بعد اللي حصل يا محمد؟ هو ايه اللي حصل؟ ما انا سليم قدامك اهو. انا مش عارف الاهل الاغبياء دول جابوني على المستشفى ليه؟ خلاص يا محمد، خلاص يا حسام يا حبيبي، الحمد لله اللي جت على قد كده، حصل خير. هيجي منين الخير يا ماما؟ لفندي بكره هيتحول لمستشفى الشرطه، يعني محضر، يعني سين، يعني جيم، يعني الداخليه كلها هتعرف ان محمد بيه الهلالي عامل فيها فالنتينو وبيتخانق مع شويه عيال مراهقين عشان حته بنت اللي راحت ولا جت واهلها سايبينها على حل شعرها. عيب يا حسام، انا عمري ما سمعتك بتتكلم بالطريقه دي على حد،
وبعدين ما تنساش انك لك اخت. يا ماما حضرتك مش فاهمه حاجه، لافندي ده اكيد هيتجازى لانه لا راعى هيبه وظيفته ولا مركزه ولا السبلايتس اللي على كتافه، وعمل راسه براس شويه مراهقين عشان حته البت ما تسواش. صباح الخير. السلام عليكم. صباح النور. سلام. ألف سلام عليك. عامل إيه دلوقتي؟ الله يسلمك، انا تمام زي الفل مفيش حاجه. أنا آسفة بجد على اللي حصل امبارح بسببك. بسببي؟ هو انت بقى السبب في المشكله دي كلها؟ وأنا والدها اهلا وسهلا. اللواء هاني الباجوري مساعد أول وزير الداخلية. اللي هو مين يا فندم؟ اللواء هاني الباجوري مساعد أول وزير الداخلية. تمام سعادتك يا فندم. تشريفك لينا يا فندم ده على راسنا من فوق، ما كانش فيه داعي سعادتك تتعب نفسك، وحضرتك غني عن التعريف يا فندم، مش محتاج تعرف نفسك ولا يا ماما. انا بقى سعادتك انا الرائد حسام الهلالي يا فندم، مكافحه التهريب، واخو النقيب محمد الكبير، وانا اللي مربيه وانا اللي معلمه كل حاجه يا فندم. أهلا بيك يا سيادة الرائد. اهلا بسعادتك يا باشا. ألف حمد لله على السلامة يا سيادة النقيب. في الحقيقة أنا مش عارف أشكرك إزاي على شهامتك والموقف النبيل اللي أنت عملته مع بنتي ريهام. عايزك تشد حيلك بقى وتقوم بالسلامة. انا متشكر جدا يا فندم، بس انا ما عملتش غير الواجب. ولا ايه يا حسام، مش ده اللي كان المفروض اعمله برضه؟ طبعا طبعا، الله واحنا دي سمه في عيلتنا يا فندم، الله ولو ما كانش عمل كده ده انا كنت كسرت عظمك بايدي. انت لسه كنت بتقول ايه دلوقتي؟ كنا عندنا اخوات بنات. بالظبط. عندنا اخوات بنات يا فندم. يا فندم مجيتكم عندنا دي دلوقتي لا على راسنا من فوق، والله انتوا شرفتونا. ما تقوليش كده يا حاج، ده أقل واجب ممكن أعمله أنا وريهام بنتي مع النقيب محمد. ولا إيه رأيك يا حسام بيه؟ اللي تشوفه سعادتك بقى، كان كفايه تليفون يا فندم، يعني تليفون كفايه. تعبناك يا بنتي والله معانا. ميرسي يا طنط، لا تعب ولا حاجة. ها بالظبط. تحب تاخد اجازه قد ايه عشان تستريح؟ اسبوع؟ 2 ولا 3 اسابيع؟ انا تحت امرك. متشكر يا فندم، انا الاداره كده كده مدياني 20 يوم اجازه. و10 ايام كمان من عندي. ليه يا فندم ده كتير؟ كتير ليه؟ اسكت انت. لا كتير يا فندم، كتير قوي طبعا. ولا كتير ولا حاجه، ده اقل واجب ممكن نعمله مع النقيب محمد. يا فندم لو سعادتك عايز تعمل واجب فحضرتك انا فرحي اخر الشهر، وتشريفك قيمه على راسنا من فوق. نمره 2 بقى، ال10 ايام بتوع محمد دول انا اولى بيهم سعادتك، انا عريس وداخل على جواز، وهم ادوني 15 يوم بس يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا حسام. يلا طاير بيه مش هوصيه. حاضر حاضر. الواد ابني. بس بقى جاتكوا القرف، قرفتوني من ساعة ما جيت. يلا غور انت وهو من هنا. ده ايه البلد المعفنة دي؟ انت بتاكل، يلا ياد من هنا غور في داهية. جاتكوا القرف كلكم. يا ساتر يا رب. منور يا طاهر باشا. الله ينور قبرك يا فرجاني. انا فرحه مش سيعاني يا اولاد، باجي طاهر باشا على سنه ورمح، هدايا هنا في القهوه. ما تقولش كده يا فرجاني، ده احنا اخوات واني خيري عليك. ايه الغيبه الطويله دي؟ والله مشاغل يا فرجاني. اصل سياده الوزير كان مكلفني بمأموريه، وقال لي يا طاهر باشا محدش هيقوم بالمأموريه دي غيرك، لان اني واثق فيك وانت تعتبر دراعي اليمين. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليك لبلدنا، انت دايما رافع راسنا لفوق. ماني عارف، ده انتوا من غيري ما تسووش بصلي. انت يا ولا تعال شوف طلبات طاهر باشا. طبعا الطلبات كلها على حساب المحل كالعادي. يا طاهر بيه تشرب ايه؟ ايه ولا قله الذوق اللي انت فيها والجليطه دي؟ وانا قلت حاجه؟ داخل كده تقول لي تشرب ايه خبط لزق؟ امال لو اقول لحضرتك تقول لي تاكل ايه الاول؟ تاكل ايه الاول؟ هات لي 2 فول. عينيك. خد يا معفن يا واطي هنا، هو انا لسه خلصت طلبات؟ احنا قلنا ايه؟ 2 فول و2 فلافل و2 بيض و2 مسقعي، وهات لي طبق طرش كده عشان يفتح نفسي وحاجه ساقعه. ماشي. بقول لك انت مستعجل يا معفن، مش لما اخلص كلامي تبقى تغور في داهيه. خليهم 3. ايوه، وخلي الساقع صاروخ، وكتر الترشي عشان انا نفسيتي مسدوده منكم، جاتكوا القرف بلد زباله. تؤمر يا باشا تؤمر. عايز يقلب محل العطاره قهوه؟ ايوه قهوه. مستغرب ليه؟ ما هو كله بسببك. وانا عملت ايه بس يا حاج؟ سايب مال ابوك لاخوك ينهب ويتصرف فيه زي ما هو عاوز. ده عاوز يورثني بالحياه وانا لسه عايش على وش الدنيا ما متش. بعد الشر عليك يا حاج، ربنا يديك الصحه وطولة العمر. وبعدين يا حاج ما انت عارف انا ضابط شرطه وشغلي في مكان حساس، ما ينفعش اشتغل حاجه تانية جنبه.
ومنير بيشتغل معاك من صغره واتمرمط في الشغلانه لحد ما شارب الصنعه. ما ينفعش انا زحمه في لقمه عيشه. قصدك اكل الصنعه ومصمص صوابعه وراها. ده كرش واسع وما بيشبعش، وعمره ما هيتعلم مني حاجه ابدا. ومن الاخر انا خلاص رميت طوبته. روق بس يا حاج، وان شاء الله كل حاجه تمشي زي ما انت عايز. منير ده برضه ابنك الكبير ومالوش بركه الا انت. والله انت طيب وعلى نياتك، وهتفضل طول عمرك كده يا ابني. انا عارف هو ما طلعش زيك ليه. انت كنت عايز حاجه يا ابني؟ والله يا حاج بص، انا كنت عايز منك طلب كده، بس الصراحه مكسوف منك يعني. خير يا ابني، في ايه؟ اتكلم. بصراحه كده كنت عايز 25,000 جنيه، يعني سلفه يعني كده لحد ما ربنا يسهل وارجعهم لك ان شاء الله. ايه قلت ايه؟ 25,000 جنيه؟ انت فاكرها تكيه ولا ايه يا معتز؟ الكلام ده لو حصل يبقى على جثتي. ما تدي لاخوك قلمين بالمره يا سي منير، ما هو ده اللي ناقص. ايه بس يا جماعه، في ايه؟ صوتكم جايب اخر الدنيا. تعالي شوف اخوكي. اهدى بس يا حاج، مش كده. اهدى ازاي؟ ما انتش شايفه داخل ينطح ازاي؟ انت ده ايه؟ وانا طور ولا ايه؟ يا ريتك حصلت طور يا اخي، ده الطور بيفهم احسن منك. ليه بس كل ده؟ انا بتكلم في الحق. كسر حقك. اسمع اما اقول لك، طول ما انا عايش على وش الدنيا تبقى الكلمه كلمتي والشهره شورتي. انا لسه ما متش عشان تبيع وتشتري في اخواتك زي ما انت عايز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حدي لاخوك اللي هو عاوزه بالعند فيك، ولو مش عاجبك اخبط راسك في الحيط. يا جماعه مش كده، ما نتكلم بالراحه. والنبي بقى خليك في حالك، انت شوف بطنك ومعدي ومش هتصيحك خالص. ماشي يا حاج، ماشي. في 60,000 داهيه. انا قلت ماشي. ليه كده بس يا بابا؟ الموضوع ما كانش مستاهل. سيبنا اتصرف معاه، ده واد زباله ما يجيش الا بالسك فوق دماغه. بنت يا منيره. ايوه يا حاج. الواد ده بيديك الشهريه بتاعتك في ميعادها ولا لا؟ بيديها لي يا حاج، بيديها لي. ايوه بحسب كانت هتبقى وقعته سودا لو كان قلب اصله معاكي.